فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أيها السيدات والسادة في كل مكان وفي الجزائر الحبيبة، ولإنه ليوم منتظر لقسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. نشهد على ذلك للفناك في هذا المساء. فاشهدوا أوغندا لديها أيضا 6 نقاط. يشعر الجزائري بأنها هي المنافس طويلا. الآن المحاولة الجزائرية وبالرأس الكرة تذهب مباشرة إلى ركلة مرمى. كل ذلك قد يكون حاسما، خسارة والفترة الذهبية لجمال بالماضي. طلع أن تستمر الانتصارات قدها 3. الأولى عام 1908 قتالية وصعبة ومثيرة. شوف هذه المباراة. أنا تحدثت عن الصعوبة. يتقدم، يتحرك، كرة لم تعطي السعادة. ترافيز الفرنسي، كرة تصل من جديد. هولندا تضرب عصافير كثيرة بكرة. انها الآن تتقدم هنا في كمبالا. طبعا باي باي الجزائر، لسه بدري والمشوار طويل. الكرة تسدد بعيدة على الجانب الأيمن. عطال يرسل كرة مقطوعة لأوغندا. أنا قلت في البداية لا تطمعها، لا من عطال للخلفيات. بلا روح تشعر. نوري انطلاقة جميلة ومرور، لكن نوري بحث مستمر بالرحمة تاريخية يبقى العرب سيتذكرها طويلا. تحرك عوار يكسل. شوط أول بن طالب إلى حارس المرمى بن ناصر. بروحي ذاك انها تتعادل نقاطا مع من؟ مع غانا المنتخب. لكن الانطلاق الآن والتحرك على الأقل الكرة تبعد. جنوب السودان ومن الغرب جمهورية. تتأخر محاولة مرمى. الكرة من جديد عادت بن ناصر. الكرة خطيرة لأوغندا وما زالت ذلك الفريق وتلك الروح. الآن تتلاعب أمام الجزائر. خلينا نشوف هل يتغير الحال. الكرة تبعد. آيت نوري بين الخانات، لكن الكرات الطويلة. آيت نوري مانديري أخير. الآن كرة تصل. شوف في الشوط الأول التقدم جميلة. يا بالرحمة، يا بالعقل. انطلاقة، هذا الأول والثاني حلوة انطلاقة. لا شيء يذكر. هذا تلعب وفرصة لديها. عدت بسلام وأمان. من مباراتين كذلك علامة كاملة. الآن في الجانب الأيمن مرات، لكنها خرجت جميعها من دور المجموعات. الآن الفرصة وتغيرت. ركلة زاوية من فرصة يخطئ فيها المدافع. سلام، يا سلام. الفرصة تعادل. يا مداني. انهت الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء. عيد التعادل. هو الله عطال، يا عطال. التعادل.
التعادل للجزائر. ألا ترون الآن محاربي الصحراء يقاتلون ويصلون فعلا في شباك أوغندا. نعم، لا تطمعها وطول عمرها. لإكمال التصفيات ربما يكون قد أخذ معروف عوار واللاعب الآن كرة خطيرة وبالرأس يترك خطأ الآن. خطيرة خطيرة والحمد لله وصلت إلى مندرية. الإيطالي بنجاح يرسل باتجاهها. كرة ترسل سهلة. دولة البنين كرة ترسل خطيرة. عطال مقطوعة. مارادوني ممكن الآن. الله 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 يلفناك. الله يلفناك. الله يلفناك. الله يا الخضر. الله يا محاربي الصحراء. نعم، تحيا الجزائر. تحيا الجزائر. هدف ثاني للجزائر. هيا بنا إلى النقطة التاسعة. انطلاقة تاريخية. لاتينيين كرة بتصل خطيرة جدا. أنت تتقدم والمباراة في يدك مرتين والثالثة تكون يا رب. هنا في معقلها تحاول كرة. الكرة ترسل وتبعت ناجحة من كان قد درب جمهورية الكونغو وهو إلى أرضية الملعب. عندنا محاولة يلعب ويقاتل. البناء والافتتاح. تم بناء ملعب ويمبلي الأصلي في عام 1923 وافتتح رسميا في 8 أبريل عام 1923. كان يعرف في الأصل باسم ملعب الإمبراطوري، وكان جزءا من معرض الإمبراطورية البريطانية لعام 1924. أول مباراة كانت في عام. أول مباراة تلعب على ملعب ويمبلي مباراة نهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بين بولتون وويست هام يونايتد في عام 1923، وشهدت حضور جماهيري تجاوز 200,000 شخص. استضاف الملعب العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى بما في ذلك نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم 1966، بالإضافة إلى استضافه العديد من الحفلات الموسيقية والأحداث غير الرياضية. تم إغلاق الملعب في أكتوبر 2000 وهدم في عام 2003 ليتم بناء ملعب جديد على نفس الموقع. تم بناء ملعب ويمبلي الجديد على نفس الموضع القديم وافتتح رسميا في مايو 2007. تكلف وبناء الملعب حوالي 789 مليون جنيه استرليني. التصميم يتميز ويمبلي الجديد بتصميم حديث ومعماري رائع مع قوس ضخم يبلغ ارتفاعه 133 مترا، والذي أصبح رمزا للملعب. يتسع الملعب له حوالي 9,000 متفرج، مما يجعله أكبر ملعب في المملكتين المتحدة وثني أكبر ملعب في أوروبا. الاستخدامات: يستخدم الملعب لمجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية بما في ذلك نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي ومباريات المنتخب الإنجليزي. كما استضاف الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في 2011 و203. بالإضافة إلى الأحداث الرياضية، يستضيف ويمبلي حفلات موسيقيه وأحداث ترفيهية كبرى.